السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. درس من دروس الفقه الشافعي للصف الأول الثانوي بعنوان فصل في سجود السهو. قال: السهو لغة نسيان الشيء والغفلة عنه، واصطلاحا الغفلة عن الشيء في الصلاة. الغفلة عن الشيء في الصلاة حكمه يسن، يعني سنة. يسن سجود السهو عند ترك مأمور، شيء مأمور أن أنت تفعله، أو فعل منهي عنه. أنت فعلت شيء منهي عنه أن أنت تعمله في الصلاة ولو بالشك كما سيأتي. حكم المتروك من الصلاة، يعني الوقت أنا تركت شيء في الصلاة أنا مأمور به، اللي هو أنا نسيته ده. كم شيء؟ قال لي 3: فرض وسنة أبعاض وهيئة، اللي هي الهيئات. يبقى احنا عندنا 3 حاجات في الصلاة، ترتيبها الأشد. أول حاجة الركن، بعديها في الأشد في الشدية، في الشدة الأبعاض. 3 الهيئات، واحنا عرفنا ده قبل كده. بيقول لي: ما حكم ترك الفرض؟ حكم ترك الفرض في الصلاة. الفرض المتروك سهوا في الصلاة فرض، أنا تركت حاجة فرض اللي هي الركن، يعني احنا قلنا أركان الصلاة، لو تركني فيها حاجة. بقول لي أن الفرض المتروك سهوا في الصلاة لا ينوب عنه، لا يقوم عنه سجود السهو. ما ينفعش أن أنت لو تركت ركن تسجد مكانه سهو، لا، لازم الركن تأتي به وتسجد بسجود السهو. قال لي: الحكم أنه إذا ذكره قبل السلام أتى به، قبل ما يسلم وتأكد شك أنه لم يأتي به يأتي به وبعد كده يسجد، لأن حقيقة الصلاة لا تتم بدونه. يقول لي: متى يشرع الإتيان بالفرض المتروك سهوا؟ سجود للسهو. متى لا يشرع؟ امتى ان انا اسجد للسهو، امتى ما اسجدش للسهو بالفرض ده؟ بيقول لي: يشرع مع الاتيان به السجود، كأن سجد قبل ركوعه سهوا ثم تذكر. سجد قبل ما يركع، وبعد كده تذكر انه فعل هذا. قال لي: فإنه يقوم ويركع ويسجد لهذه الزيادة، تمام، لأنه عمل زيادة في الصلاة. والعلة فإنما بعد المتروك لغو. قال لي: وقد لا يشرع السجود للسهو. يعني إمتى يشرع؟ قلنا لو هو تذكر وأتى به، تمام، تذكر وأتى به بس فعل زيادة. طيب إمتى لا يشرع؟ قال لي: لتداركه الأمر المتروك بأن لا تحصل زيادة، كما لو كان المتروك السلام فتذكره عن قرب ولم ينتقل عن موضعه فيسلم من غير سجود. يعني مثلا نسي انه يسلم والاخر تذكر تاني انه هذا لسه ما سلمتش فسلم. طب هو عمل شيء زيادة؟ لا، هو ما عملش زيادة في الصلاة، تمام. طب خلاص، طالما ما عملش زيادة في الصلاة قال لي لا يشرع سجود السهو. بيقول لي: ما الحكم ان تذكر الركن بعد السلام بزمان قريب؟ ساب ركن بس بعد ما سلم بقى، ده الأمر مختلف اهو. قال لي: ما الحكم وان تذكر الركن بعد السلام بزمن قريب ولم يطأ نجاسة؟ يعني ما دسش على نجاسة، ما وصلش هدوم النجاسة. قال لي: أتى به وجوبا وبنى عليه بقية الصلاة حتى وإن تكلم قليلا واستدبر القبلة وخرج من المسجد ثم يسجد للسهو. ما فيش مشكلة، يأتي به ويكمل الصلاة. يعني لو كان نسي الركوع مثلا يركع، يرجع يعود يصلي ويركع. أولا يبدأ بالركوع وبعد كده ينهي من الركوع، يقف ويكمل الصلاة عادي، ما فيش أي مشكلة، وبعد كده يسجد للسهو. طب لو طول بقى، معنى كده إن إحنا بنقول بزمن قريب، يعني زمن بعيد؟ لا، بزمن بعيد يعيد الصلاة، تمام، يعيد الصلاة بزمن بعيد أو لو وطأ نجاسة. طب إيه اللي عرفنا الطول من القصر الوقت؟ ده العرف. العرف هو اللي يبين، لأنه ما فيش دليل عليه يعني. بيقول لي: ما حكم العود إلى المسنون، أي البعض المتروك عمدا أو سهوا بعد التلبس بالفرض؟ يعني أنا تركت حاجة سنة، بعد ما تركت السنة دي وعملت فرض زي التشهد كده الأول له وقمت للفرض، أعمل إيه؟ قال لي: فإنه لا يعود إليه بعد التلبس بالفرض، كأن تذكر بعد انتصابه ترك التشهد الأول. لا، ما يرجعش تاني، يكمل وبعد كده يسجد لسه. ما حكم الصلاة إن عاد إلى المسنون المتروك بعد التلبس بالفرض؟ رجع تاني. قال لي: إن كان عامدا عالما بالتحريم بطلت صلاته.
لأنه زاد قعودا عمدا، زوده. تمام، بطل. وإن عاد إليه ناسيا لم تبطل صلاته، والعلة لعذره. تمام، يعني نسي أن هذا حرام مثلا أو هذا لا يجوز. قال لي ويلزمه عند تذكره القيام ولكنه يسجد للسهو. يلزمه أول ما لو قام للركعة كده، بعد ما قام للركعة الثالثة افتكر يبقى هنا لازم عليه إن هو يسجد للسهو. إن عاد إليه جاهلا بتحريم العودة لو طبعا لم تبطل صلاته. ولا يلزمه عند العلم القيام ويسجد للسهو. خلاص لما عرف هو يبقى يقف كده وبعد كده يكمل يسجد للسهو. بيقول لي ما حكم تخلف المأموم عن إمامه لو ترك الإمام سنة وتلبس بالفرض؟ دلوقتي الإمام ترك السنة وقام يجيب الفرض اهو اللي هو القيام، والمأموم يخلفه يفضل قاعد يجيب التشهد، لا يجوز مخالفة الإمام. فإن تخلف بطلت صلاته لفحش. ما ينفعش أنت تخالف الإمام حتى لو الإمام سهي في المسألة دي، ما ينفعش إن أنت أصله وقف خلاص هترجع التاني تذكره، ما ينفعش تذكره. واضح؟ بيقول لي حكم من ترك الهيئات بقى. الهيئات دي اللي هي أقل درجة. قال لي كالتسبيحات ونحوها مما لا تجبر بالسجود السهو، لا يعود المصلي إليها بعد تركها ولا يسجد للسهو سواء كان عنها عمدا أو سهوا. تمام. بيقول لي ما حكم من شك في عدد الركعات مع التعليل؟ ولكن هنا للأمانة اللي أنا أراه والله أعلم إن الإنسان ده خارج الكتاب، إن الإنسان لو نسي مثلا أن يقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي العظيم دي الأحوط لدينه يسجد للسهو فيها. يقول ما حكم من شك في عدد الركعات مع التعليل، وهل يرجع في شكه فيما فعل إلى قول غيره؟ إذا شك في عدد ما أتى به من الركعات نسي هي دي الثالثة ولا الرابعة، قال لي بنى على اليقين وهو نقل. شكيت 3 ولا 4 يبقوا 3، شكيت أيا كان العدد يعني. تمام. بالنسبة للصلوات اللي هم الأربعة مثلا، فشكيت في العدد قليل أو كثير بخلي العدد القليل هو الصح وأزود ركعة بعد كده أسجد للسهو. بيقول لي ما الحكم لو شك بعد سلامه وإن قصر الفصل في ترك فرض غير نية وتكبيرة إحرام؟ لو شك بعد سلامه كده خلاص سلم اهو، وإن قصر الفصل في ترك فرض، هو ترك فرض بس تركه إمتى أو تذكره إمتى؟ تذكره بعد الصلاة. طب تذكره بعد الصلاة بزمن قليل ولا قصير؟ قال لي لا قصير. قال لي ماشي. طب الفرض ده غير نية، غير النية، ما النية فرض، هو نسي النية. طبعا لو نسي النية لا صلاته أصلا ما انعقدتش. طيب نسي تكبيرة الإحرام لا صلاته ما انعقدتش. غير دول قال لك لا يؤثر. لا يؤثر، ده شك، يبقى لازم نفرق. لازم لازم نفرق. واحد تأكد يقينا انه بعد السلام ساب شيء معين لازم يأتي به، لو كان ركن او مثلا ابعاد. تمام، دي تأكد. انما لو شاكك قلنا لو شاكك لا، لو شاكك لا، الشك بتاعه ده ملوش لازمة. بس لو كان شاكك بقى في نية الصلاة أو تكبيرة الإحرام لا قال لك يؤثر. تمام. بالحكم لو شك بعد سلامه أنه ترك النية أو تكبيرة الإحرام، قلنا يعيد الصلاة تاني لأن تكبيرة الإحرام والنية دي هي أصل الصلاة. سهو المأموم يحمله الإمام. المأموم سهل إن هو يقول حاجة معينة، قال لي لا طالما سهل المأموم الإمام ضامن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. كأن سهى عند التشهد الأول تحمل عنه إمامه، وخرج بحال القدرة ما لو سهى وهو منفرد ثم اقتدى بالإمام فلا يتحمله الإمام وسهو بعدها. يبقى ما ينفعش إن هو مثلا كان مأموم وسهى